يا جماعه انا مريم وانا عزام. بنقول امين. لو انتوا في الشغل عايزين تعملوا يوم تنسوا فيه هموم الشغل وتكسروا فيه الروتين، او لو عندكم جاب طويله في الجامعه وعايزين تلعبوا الدفعه كلها مع بعض، دلوقتي هنعرفكم ازاي تقدروا تلعبوا لعب قول امين لوحدكم في جروبس. واللعب دي كلها انواع، يعني ممكن مثلا لعبه تلعبوها بالكلام بس وانتوا واقفين، او حتى فيزيكال اكتيفيتيز وتنطيط بقى وشقلبه وكده بطريقه سهله وبسيطه وموفره. كل اللي هتحتاجوه هو لعبه من دول وازاي تلعبوها مع جروب كبير، وهيبقى عندكم يوم كبير قوي مليان العاب وتعملوا فيه ترابط مع بعض حتى لو مش قريبين. دلوقتي هنتعلم ازاي نلعب لعبه انا مش عارفني في التيم بوندنج او المدارس او الجامعات. هتتقسموا فريقين، كل فريق هيختار شخص يمثله، هياخد نظاره ويسحب كارت زي ده ويحاول يخمن الشخصيه اللي في الكارت. اكتر فريق هيخمن صح هو الفريق الكسبان. سلمى معاكي 30 سنه، تعرفي مين ده؟ بنت اه ممثله. اه عمرها غنت. اه الناس بتحبها. قوي. حلوه. انت كمان بتحبيها قوي. حلوة؟ بتغني اغنيتها حلوه موت. روبي. ايوه. قول امين كمان بتوفر لك ان هي ممكن تعمل اعاده تصميم للكروت بتاعتنا وتبقى ليها علاقه بالشركه بتاعتك او المدرسه بتاعتك او جامعتك. بما ان اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه، بس انا ضدك كده كده. لا فكرت في لعبه مليانه اراء مثيره للجدل. يعني مثلا تبقى موظف ومكبر دماغك، ولا تبقى صاحب الشغل وشايل الهم كله، او تتاسف بالكلام ولا تتاسف بهديه. والمطلوب منك في اللعبه دي ان انت تخمن اراء الناس التانية. في بقى كروت تصويت في اللعبه هتختاروا بيها 1 أو 2. انا دلوقتي جبت لكم مريم وراشد وهنلعب معاهم دور كده على السريع. الشغل اهم حاجه في الحياه ولا الحياه الاجتماعيه اهم؟ انا اخترتوا ماشي. 1 2 3. ايه ده؟ لا وازاي لا، الشغل؟ مريم انت ثانية واحدة، لو احنا مش بنصور دلوقتي في قول امين كنت هتقولي كده؟ ايوه ايوه ايه؟ ايوه يا جماعه، هو انا دايما اصلا الشغل بقطع، انا الشغل بقطع علاقتي بالناس من غير حاجه. على إيه ده، ما الاقل الشغل حصلش. لما باجي بيقبضني. اهم حاجه بس وانتوا بتحاولوا تقنعوا بعض بارائكم وتخلوها بهدوء كده ومن غير خناق وضرب. دلوقتي هنقول لكم ازاي تقدروا تلعبوا لعبه قول امين بفرق. هتتقسموا فريقين وهتختاروا حكم في الاول. الحكم هيختار موقف زي لما باباك يسافر ويقول لك انت راجل البيت. الفرق كلها بتحاول تختار ميم يكون احلى ميم بالنسبه للحكم، زي انا هختار ده مثلا. ازاي تكسبوا؟ اكتر فريق هيطلع ميمز حلوه تعجب الحكم هو اكتر فريق كسبان. ولو اعمل بقى لعبه كلنا بنلعبها بس احنا خدناها لك في حته تانية خالص. اللعبه دي فيها اكتر من 400 سؤال وحكم، اسئله واحكام تولع اي قعده. اللعبه دي في منها ولو اعمل العاديه، وعملنا منها فيرجن اكستريم. فيرجن الاكستريم ده فيه تحديات واسئله سبايسي اكتر بكتير. في طريقتين بقى تلعبوا بيهم ولو اعمل. اول طريقه ان انتوا تستخدموا البورد بتاعتها. كل ما تسحبوا كارد وتعملوه بتمشوا على البورد ستيب باي ستيب، واول حد يوصل هنا بيبقى ملك القعده. بس تلعبوها كده لو انتوا عددكم مثلا 6 او اقل. بس لو انتوا اكتر من 6، كل اللي عليكم تعملوه ان انتوا تطلعوا الكروت دي وتلعبوها، واكتر حد يعمل كروت ويجمعها هو الكسبان. جينا بقى للعبه اللي كلها حركه وانرجي، هي لعبه اغلب القطه. اللعبه دي كلها تحديات، انتوا بتتقسموا فريقين والفريق اللي بيقدر يعمل التحدي اسرع من الفريق الثاني هو الفريق الكسبان. ممكن تحديات زي ايه؟ عندنا التحدي الاول ان انت في حد بيمسك المازوره بس يكون حد حقاني بيمسكها كده، والفريقين بيتقسموا ويجري 2 منهم واللي بيشدها الاول هو اللي بيكسب. التحدي الثاني ان انت بتربط الكوبايه دي على وسطك بالمازوره، وحد من الفريق بتاعك بيرمي الكوره يحاول يدخلها جوه الكوبايه، والفريق اللي بيدخل كور اكتر هو الفريق الكسبان. مريم ارمي يلا. واللعبه دي فيها 150 تحدي، يعني وروني هتخلصوها ازاي. غير الالعاب دي لو عايز اكسبيرينس مخصوصه للبراند بتاعك، احنا عندنا تيم من احرف لعيبه في مصر ممكن يجوا يعملوا لك اكتيفيشنز تحت البراندنج بتاعك، او حتى نعمل لك كاستمايز جيم باللوجو بتاعك والبراندنج وحتى الكونتنت. لو عايزين تشتروا اللعب بتاعتنا خش على قولامين.com، ولو عايزين تتواصلوا معانا ابعتوا لنا على الايميل ده. جاهزين للعب؟ يلا نلعب.